السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجع لكم فيديو جديد اهو. طبعا انا هحاول اعمل فيديو قبل ما الشمس تضرب في وشي نازلة عليا. خلاص فايه النهارده الفيديو بتاعنا بنتكلم عن ايه؟ هنبدأ سلسلة تثبيت الحمام. خلاص، ونفس الوقت علاج الحمام اللي بيروق اللي ما بيخصبش يعني. فانا قلت لكم المرة اللي فاتت عندي كام ذكر كده ايه في اخر يعني حصل النتيجة بتاعته كان مروق. خلاص، فهنحاول نعالجه. ففي طريقة ممكن بستعملها من الصيدلية على طول، دواء بشري يعني. في طريقة تقليدية من اللي هو عند العطارين وكده. خلاص، فهنخش في الموضوع على طول. طبعا زي ما قلت لكم امبارح، اللي متفرجش على الفيديو امبارح يتفرج عليه. انا هبدأ احط زول هنا بحيث انه يكشف المنطقة. بصوا من فوق كده يكشف المنطقة. طبعا هو زي ما قلت لكم امبارح هو عينه عليا هنا عشان التيرة بتاعته. خلاص، طبعا هو يقعد بقى ايه، هيقعد يفرك شوية بعدين هيهدى. انا احتمال كبير اسيبه اليوم كله النهارده. خلاص، عاوز كلهم المنظر. طبعا ايه النتاية بتاعته اهي. خلاص، فهو عينه يعني بص عامل ايه. اوريها له دلوقتي هيتعبط. بص شايفها، حطيتها في المانيا. بص جامد ازاي. بيقولوا طلعولي. خلاص، طبعا هنقعدوا معاه قد ايه يا جماعة الفترة ديت؟ هنقعدوا معاه 7 ايام. هندشره هنا نص اليوم او ممكن اليوم كله، عشان اهم حاجة المنطقة دي. خلاص، واحتمال اخد دي كده شوية واحطها هنا او يكشف المنطقة دي برضو. خلاص، واهم حاجة الارضية. يعني انا هدشره على الارضية اكتر حاجة، يعني هحاول اعشقه في الارضية. خلاص، وبعدين الباب كده كده هو بقاله بتاع 3 ايام هنا فوق، فهو تقريبا كده خد على الباب. طبعا هو الباب ممكن يساعده في اللي هو يكشف المنطقة، بس انا عشان حاجة مشمع فده برضو يعني ايه صعب عليه شوية، عشان بس الهواء اللي بيضرب هنا يجي هنا. طبعا انا بكلمكم وسط درجة الحرارة رايحة في داهية. دلوقتي هنبدأ نأكلهم، واخر الفيديو هنقوله علاج الحمام المروق، وهنعمله معاكم دلوقتي. عندي كام دخل من عندي المروقين عندي، هوريكم ازاي ايه اكلهم. احط لهم الدواء. بص احنا كده اكلناهم وشربناهم، هنقعدوا جنبهم نص ساعة كده ولا ساعة الا ربع، بس نص ساعة غالبا قبل ما ياكلوا. وهنشيل منهم الكل. طبعا انا بطلع لهم مرتين. خلاص، وطبعا زولط هنحط له اكل دلوقتي، بس عمرهم ما يخلصوا هاخد انا البرامج عشان اصل يجيب واحدة. طبعا بص الصقر بيجري ورا الحمام ازاي. في هناك ده صقر اللي هو اللي اسمه شريازي ولا حاجة شبه كده. فده كان بيجري ورا الحمام قبل كده. يعني ايام ما كنت بطير هو ما بيعرفش يمسكهم الا مثلا لو واحد يعني مثلا اغلبيتهم يبقوا مش جرأة، فاهمين؟ عشان الفرد الحمام يعتبر يعادل حجم جسمه، بس برضه ممكن يعرف يمسكه. يعني الحمام الكبير يعني يعتبر قد جسمه او اكبر شوية كمان. في بقى منه الصورة الجريئة شوية اللي هم القدام دول اللي بيعرفوا يمسكوا الحمام. اما دول اللي هم لسه طالعين دول يعني اخرهم فار، اخرهم يمامة كده. خلاص، تعالوا بقى نتكلموا ازاي نعالج الحمام واقولكم مين اللي كان بيروق عندي الدكر ده برضه عشان هو ايه كبير وكده، فده اللي هديله. انا لسه معرفش هو بيعمل ايه، بس اللي كان مروق عندي فرد الدكر دوت برضه. وطبعا الدكرة لوحديها دي انا عم كده مش هديها، هي اصلا عايزة نوتي، فلسه معرفش. وحد الدكر ده حد تلات دكور. طبعا ده شغال الحمد لله، بس هو المرة اللي فاتت كسر البيت بتاعه. تمام، مش عارف الكاميرا عاملة ليه كده، استنوا. خلاص، الدكر ده شغال يعني وزق. خلاص، هو زق 100 خلاص، تعالوا بقى نثبت الكاميرا. بصوا ما لحقناش والشمس جت في وشي. ماشي، اسمه ده. دلوقتي هنبدأ ايه بالحاجات التقليدية.
الحياة التقليدية في معظم البيوت يعني وكده بيجيب لهم فلفل اسود حصى، خلاص فلفل اسود حصى، وبيزغطوا الفرد الكبير فول مبلول. ليه بقى؟ عشان الفول مبلول فيه بروتين، والفلفل الاسود بيبقى فاهمين حاجة كده بيعلي نسبة الهرمون الذكورة يعني بالنسبة لهم. سيبكم من حاجة ازاي يعني، خليكم في اللي انا فيه، استنوا. بس يا جماعة بجد والله الفلفل الاسود كنت بستعمله قبل كده وعمل نتيجة يعني. بص بقى اسم البرشام عشان هو طويل فانا مش هعرف اكله، هو يا رب يكون واضح. شكله كده اهو، تمام اهو، اقرب لكم تاني، تمام. بص البرشام ده الشريط عامل 25، خلاص في الصيدلية. طبعا انا لحد دلوقتي طالب منكم القرص الواحد تقسمه نصين، يعني تدي الدكر نص قرص في اليوم لمدة 4 أيام. يعني هو الدكر هياخد برشامتين بس على 4 أيام، نصين يعني. خلاص دلوقتي هطلعه اهو، وهكسره نصين بس يا رب يتكسر صح. كده ادي نصين اهو. خلاص هنمسك دكرين دلوقتي نديله. بص كده الدكر الاولاني اهو، تفتحوا بقه. طبعا الفترة دي حاول تتابع الحمام بحيث لو يكون عنده برد، فاهمين؟ اهو بلح. خلاص انا قفلت الموبايل خد له عنب دلوقتي. الدكر اهو، حبيت البرشام اهو كده بلحها. الفترة دي بالذات يا جماعة تحاول تخلي بالكوا تتابعوا الحمام اللي عنده برد. خلاص الفرد ده داخل على برد، عشان وانا بتك على مناخيره كده نزل شاطر. وده اللي دخل التالت معانا والاخير اهو. كده كده اهو، كده خلصنا. تعالوا بقى ايه ناكله الحاج زهر. تعال خد كده يقعد ياكل اهو. طبعا الحلقة بتاعتنا كانت قصيرة النهاردة، يعني حاولت بس ايه افيدكم بالمعلومات ديت، وان شاء الله كل يوم هعمل لكم فيديو تتابعوا مع حاج زولط. طبعا تابعين اللي قدام هم عارفينه، اللي مش عارفه يعني ده قصة عمر يعني، عشرة عمر معايا يعني. خلاص بس كده يا جماعة، متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.